كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن إدارة نادي برشلونة قررت تفعيل بند إعادة شراء عقد اللاعب المغربي شادي رياض تمهيداً لإلحاقه بالبلوغرانا بداية من الموسم الكروي المقبل. وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن شادي رياض ومسؤولي ناديه ريال بيتيس أبلغوا فعلاً بقرار نادي برشلونة، موضحة أن هذه الخطوة تدخل ضمن استراتيجية فريق البارسا لتطوير مشروعه الكروي. وستكون إدارة نادي برشلونة مضطرة إلى إحداث تغييرات على مستوى خط الدفاع بعد استعادة شادي رياض، أبرزها التخلي عن بعض اللاعبين، حيث أشارت الصحيفة إلى أن اللجان المختصة داخل النادي ستدرس كافة العروض التي تم التوصل بها من أجل مدافعي الفريق. وقدم الدولي المغربي شادي رياض مدافع ريال بيتيس الإسباني لكرة القدم أوراق اعتماده بقوة بقميص الفريق الأندلسي خلال الموسم الكروي الحالي، ليلفت إليه انتباه الإعلام الإسباني الذي أشاد به كثيراً نظير الأداء الذي ظهر به بعدما بات يحظى بثقة كبيرة من المدرب مانويل بيليغريني. وأشادت تقارير إعلامية إسبانية بمستوى شادي رياض مع ريال بيتيس مع بداية الموسم الحالي، مطالبة باستدعائه للدفاع عن قميص منتخب لاروخا مستقبلاً، حيث يتنبأ له كثيرون بمستقبل كروي كبير كمدافع قادم بقوة في الملاعب الإسبانية. وتفاعلت فئة عريضة من الجمهور المغربي مع التقارير الإسبانية، مطالبة بضرورة استدعاء شادي رياض للمنتخب الأول لإمكانياته الكبيرة والثقة التي بات يتمتع بها في واحد من أفضل الدوريات الكروية العالمية، ولقطع الطريق أيضاً عن منتخب إسبانيا الذي يتربص باللاعب كما فعل مع الواعد لامين يامال منذ أشهر.